يقول أيضا: هل يجوز للمسلم أن يقبل هدية الشركة التي قدمت له بمناسبة الكريسماس أو غيرها من الأعياد؟ المسلم الذي يقيم بين الفئات الأخرى من النصارى واليهود وغيرهم هو في حاجة أن يبني علاقة معهم لدعوته إلى الله تعالى ولحسن خلقه. والله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. لكن في حدود أنه لا يجوز أن يعمل بشيء من دينهم ولا أن يقلدهم فيما نهى عنه الشرع. لكن إذا كان هؤلاء الذين يسكنون بجواره أو يزاملونه في العمل يعني يهدون له أو يعني يباركون له في عيد الأضحى والفطر ويحترمون صومه في رمضان ويباركون له بدخول رمضان، ويرى منهم حسن خلق واحترام لعباداته التي يتعبد بها وشعائره التي يظهرها وهو في بلدهم، فلا مانع لدي أن يعني يشاركهم في المباركة لهم بمثل هذه الأعياد التي تعتبر أعياد لهم خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل قوم عيد، لكل قوم عيد. فبين صلى الله عليه وسلم أن لهؤلاء الأقوام أعياد، فكما أنهم يبدأون بتهنئتنا بأعيادنا، والله تعالى يقول: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لا أرى مانعا من أن المسلم يحيي هؤلاء في أعيادهم ويجعل من ذلك سببا في حسن خلقه وعرضه لدينه القويم عليهم وحثهم على معرفة دين الإسلام واعتناقه. وقد رأينا أن كثيرا من أهل هذه المدن دخلوا في الدين بسبب حسن خلق زملائهم في العمل أو جيرانهم في السكن، وما انتشر الإسلام في أندونيسيا ومناطق جنوب آسيا إلا بحسن الخلق من تجار ذهبوا إلى تلك المناطق يبيعون ويشترون ويعملون بدين الإسلام، فعشق الناس هذا الدين القائم على الأمانة والصدق والاحترام ودخلوا في دين الله تعالى. فنحن الآن نريد من إخواننا في أوروبا وأمريكا أن يعملوا بهذا الدين وأن يبينوا للناس أنه دين سلام ودين رحمة ودين صدق ودين أمانة، فإن هذا من أعظم أسباب دعوة الناس إلى دين الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث يسمى الأمين لحسن خلقه وحسن تعامله مع الناس. نعم.